النادي الأهلي في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وتحديدا سنة 77، ضم لصفوفه ناشئ من نادي طنطا لحراسة مرمى النادي الأهلي، وكان هيبقى الحارس الثالث في ظل وجود عملاقين هما الكابتن إكرامي والكابتن ثابت البطل عليه رحمة الله، اللي كانوا بيتناوبوا على حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر. الحارس الشبل ده فضل ما يلعبش، وفضل حارس ثالث من سنة 77 لسنة 84. لعب أول مباراة ليه بعد 7 سنين و8 شهور وهو احتياطي. في خلال الفترة دي كان بيقولوا عروض انتقال لأندية تانية، لكنه كان بيرفض التخلي عن النادي الأهلي. الحارس ده اتلقب بأنه أيوب الكرة المصرية. الحارس ده يا حضرات هو الكابتن أحمد شوبير، اللي لعب أولى مبارياته سنة 84 زي ما قلنا، وبسبب إصابة الحارس الأول والحارس الثاني، لكن والله كانوا الاثنين حارس أول، ما كانش فيهم تاني، الكابتن إكرامي والكابتن ثابت عليه رحمة الله، لما استعان به الكابتن الجوهري عليه رحمة الله أما كان بيدرب النادي الأهلي. ولعب أولى مبارياته قدام نادي الأولمبي وطلع بشباك نظيفة، وفاز الأهلي في المباراة ديت بنتيجة 3-0. المباراة كانت يوم 16 مايو سنة 84. النهاردة بعد مرور السنين الطويلة دي كلها يشاء القدر بأن زي ما بيقولوا التاريخ يعيد نفسه. النهاردة الأهلي في مباراته أمام طلائع الجيش هيستعين، وفي شهر مايو لكنه 26 مايو مش 16، هيستعين بالحارس الثالث للنادي الأهلي لحراسة مرمى في المباراة بعد إصابة الحارسين الأول والثاني، الكابتن الشناوي والكابتن علي لطفي. كل الظروف بتكرر نفسها دلوقتي، نفس الشهر، نفس المباراة، نفس السبب، نفس المباراة. لأن نسيت أقول لكم أن المباراة اللي لعبها الكابتن أحمد شوبير كانت برضه مباراة مؤجلة اللي كانت ضد نادي الأولمبي. النهاردة الأهلي برضه بيلعب مباراة مؤجلة ضد نادي طلائع الجيش. كل الظروف متشابهة، ما عادش ظرف عايزينه يتكرر إلا إن الأهلي يفوز النهاردة 3-0 وتبقى الصورة منطبقة، مباراة تبقى الأصل من مباراة سنة 84. إن الكابتن أحمد شوبير أثبت وجوده وأصبح حارس مرمى النادي الأهلي الأول بل ومنتخب مصر، ولعب المباريات، اتصعد خلاص للمباراة، وبقى هو بعد الكابتن إكرامي والكابتن ثابت هو الحارس الأول، ولعب في الدوري وفي الكاس ولعب في أفريقيا، وحتى أنه شارك في كاس العالم سنة 90. ممكن نبقى نتكلم عن الكابتن أحمد شوبير بعدين، بفكر إن شاء الله نعمل سلسلة حلقات نسميها أساطير الكرة المصرية. وطبعا بما أننا هنتكلم عن الأساطير، فأكيد من كل 10 أساطير هيكون منهم 8 من الأهلي. كلها ساعات تفصلنا عن المباراة، وندعو بالتوفيق للنادي الأهلي ولمصطفى شوبير، وأنه يقدر يثبت وجوده زي ما والده أثبت وجوده قبل كده. توفيق إن شاء الله، ومستني توقعاتكم وتعليقاتكم على المباراة إن شاء الله. وفضلا وليس أمرا من كل أخ أهلاوي إن هو يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو. أشوفكم بعد المباراة إن شاء الله. السلام عليكم.